الفيفا يقحم تعديلات فورية ستقضي على أخطاء حكم الفيديو. لن تصدق القانون المصيري الذي سيغير كرة القدم. تمر تقنية الفيديو في كرة القدم بالعديد من المشاكل مؤخرا، ما اضطر الاتحاد الدولي للتدخل وإقحام تعديلات مصيرية على التقنية. لن يصبح تدخل الفار كما تعرفونه في المباريات الآن، وسيتوجب عليكم الاستماع جيدا وفهم قوانين غرفة الفيديو الجديدة، لأن التعديلات التي سوف تسمعونها الآن ستطبق بشكل فوري، ولا يجب أن تشاهدوا أي مباراة كرة قدم بعد الآن دون أن تعرفوها جيدا. فهل يا ترى خطأ التسلل الشهير في هدف برشلونة كان سببا في هذا التحرك؟ بعد إقحام تقنية مراقبة المباراة بالفيديو زاد الجدل أكثر عن التحكيم ولم يقل، وتم مطالبة الاتحاد الدولي بإجراء تعديلات على التقنية لتفادي أخطاء تحدث كثيرا. وحتى لو أضاف الفيديو الكثير من العدالة في بعض المباريات، إلا أنه لا يزال له هفوات ومشاكل ظهرت جلية من خلال التجربة. والآن يحاول الفيفا تدارك الأمر وإضافة بعض المستجدات للقضاء على أي فرصة للشكوى من غرفة الفيديو والحكام المتواجدين بداخلها. وهذا التعديل ببساطة هو إتاحة فرص التحدي لدى المدربين من أجل الطعن على بعض القرارات التحكيمية خلال سير أحداث المباريات، تماما كما يحدث في رياضات أخرى مثل التنس على سبيل المثال، حيث ستكون هناك فرصة لمراجعة أي لقطة تغافل عن رؤيتها حكام الفيديو. وسيتاح تحديان لكل مدرب وفق ما نشر في بعض المصادر، مع إمكانية التدخل مع أول إيقاف للاعب والمطالبة بالمراجعة. وسيذهب حكم اللقاء بمفرده لمراجعة اللقطة بدون أي تدخل من حكم غرفة الفيديو لو لم يطلبه لمراجعة اللعبة. بل وتم اقتراح إقحام 5 كاميرات إضافية للتحديات فقط، لن تعرض على غرفة الفيديو أو يراها أي حكم سوى حكم الساحة. وفي حالة مراجعة اللقطة واتخاذ قرار مخالف للقرار الأصلي، سيمنح المدرب مرة أخرى فرصة التحدي ولن تحتسب عليه. أما غرفة الفيديو فسيبقى عملها كما هو، وستراجع أحداث المباراة كلها، ولكنها الآن ستبقى تحت ضغط تدخل المدربين في عملهم، وهذا بدوره قد يقضي على بعض الفرص التي تذهب فيها حقوق الفرق في تغافل حكام الفيديو عن اتخاذ بعض القرارات المصيرية وطلب استدعاء الحكام. حتى الآن غير واضح موعد تنفيذ التعديلات الجديدة وإقحام نظام التحديات، ولكن وفق ما نشر تبحث الفيفا مع إيفاب إقرار التعديل وتجربته بداية من الموسم المقبل. والآن عزيزي المشاهد، أخبرنا برأيك في تلك التعديلات. هل إقحام التحديات في مباريات كرة القدم سيكون مفيدا، أم سوف يقتل المزيد من المتعة خلال المواجهات وسيؤدي إلى توقفات أكثر لا داعي لها؟